مساء الخير جميعا واهلا بيكم في 90 دقيقة. النهارده انا زيكم زي ملايين المصريين حاسس بالاحباط الشديد بسبب هزيمتنا من الجزائر في تصفيات كاس العالم. كان نفسي النهارده اجي واهيص واتكلم واحلل الماتش زي ما كلنا بنحب نفتي في الكوره، انما الحقيقه تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هزيمه مؤسفه جدا، شكلنا كان وحش، خذلونا بكل المقاييس. يمكن ما هياش نهايه العالم ان احنا اتهزمنا في ماتش كوره، بس المنظر كان وحش قوي. ما اعرفش ليه بطل افريقيا الفريق العملاق اللي خد اللقب مرتين ورا بعض واقف بيتفرج في الشوط الثاني. فانا قررت ان انا افضل حاجه ان انا اتجاهل هذا الموضوع تماما علشان ما بوظش اعصابي اكتر من كده. تعالوا ما نتجاهلش مجلس الشعب، لان في حركه سياسيه كبيره وحراك سياسي كبير تحت قبه البرلمان المصري. ما فيش خيار وفقوس، ده كلام الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في رد ربما مباشر او غير مباشر على ما طرح في الاعلام وبصفه خاصه في برنامج 90 دقيقه امبارح من المعركه اللي كانت حصلت داخل اروقه المجلس ما بين نواب الحزب الوطني والنواب المعارضين. الدكتور فتحي سرور قال انه سيتم تحويل النائبين علاء عبد المنعم وعمر هريدي الى لجنه القيم في حال رفضهم التصالح. دكتور زكريا عزمي قال ان الحوار بين نواب المجلس اصبح حوارا هابطا، وطالب نواب الحزب الوطني قبل المعارضه باحترام مكانه مصر، ودعا لاجتماع لحل المشكله بين النائبين وان يعتذر كل منهما للاخر. معايا على الهاتف مباشره لمناقشه ايه اللي حصل النهارده في رد فعل على ما طرح في 90 دقيقه امبارح، معايا الاستاذ محمود نفادي رئيس شعبه المحررين البرلمانيين. استاذ محمود مساء الخير. اهلا، مساء النور يا استاذ معتز. طيب دلوقتي بس قبل اي شيء، احنا فهمنا دلوقتي ان الجديد في الموضوع انه النائب عمر هريدي والنائب علاء عبد المنعم في حاله الرفض التصالح هيتحولوا هما الاثنين للجنه القيم، صحيح ولا غلط؟ هو في الحقيقه اللي حصل النهارده بالظبط يا استاذ معتز زي ما انت حضرتك قلت، وبعد التفاعل اللي حصل بالليل وكان استكمال لمدار تحت القبه واللي حصل في برلمان 90 دقيقه ايضا، بدأ اليوم تحرك أنا بسميه تحرك الكبار. أي يعني بدأ تحرك الكبار بداية من الدكتور فتحي سرور، دكتور زكريا، كمال الشاذلي، ودول يعني لو قلنا أن المجلس له كبار فالثلاثة دول هما الكبار في المجلس. بدأوا يتحركوا لأنه لقوا الأمور هتنفلت من إيديهم ومن إيد الممارسة البرلمانية، والكل سيدفع ثمن هذا التدهور اللي ممكن يحصل في لغة الحوار. أي واللي أثار القضية أساسا الدكتور زكريا عزمي بدأ إثارة القضية بطلب لائحة، وقال للدكتور سرور أنت أرسيت قاعدة ما ينشر في الصحف لا يرد عليه إلا في الصحف، لكن هذه القاعدة احنا عاوزين نخرج عنها النهاردة، لأن اللي شفناه امبارح تحت القبة واللي شفناه في الفضائيات وكان يقصد برنامج 90 دقيقة أمر لا يمكن السكوت عليه، لأن مجلس الشعب ونوابه المشرعين أصبحوا فرجة للناس وللرأي العام. ولا بد من وقفة حاسمة في هذا الأمر، ودعا إلى تشكيل لجنة. هذه اللجنة يشكلها المجلس لتضع حد لكل هذا التدني في الحوار. تمام، سيبك بقى من نقطة التدني في الحوار، تعال نتكلم على مسألة الخيار والفقوس. هل صحيح ان الدكتور فتحي سرور اتكلم على ان النائبين سواء نائب الحزب الوطني او النائب المعارض هيتحولوا لجنة القيم في حالة رفض التصالح؟ الدكتور سرور اللي قاله بالضبط، يعني قال ان هو بيرفض الكلمة اللي صدرت بكلمة امرأة لعوب، وأيضا بيدين وبيرفض كلمة امرأة عاهرة. والنائبين دول أصلا الاثنين غلطوا وخرقوا التقاليد وخالفوا التقاليد البرلمانية. ولا بد من المحاسبة. ولما طرحت مبادرة من كمال الشاذلي إن هيقعد مع النائبين غدا لإجراء مصالحة وتصفية الأجواء وإنهاء الموضوع، قال إذا لم يحدث هذا سيتم محاسبة النائبين، بل سيتم محاسبة أي نائب آخر يخرج عن التقاليد سواء تحت القبة أو خارجها. تمام. لأن الحصانة لا تعني الخروج. حلو قوي. الحصانة لا تعني أنك تتجاوز في اللائحة وفي التقاليد البرلمانية. شكرا أستاذ محمود. مباشر وتحذير مباشر لكل النواب بالالتزام بالتقاليد البرلمانية. حلو قوي، شكرا. وهنتابع معاك الملف، وهو مسألة الانضباط في توجيه أو التراشق بالألفاظ تحت قبة البرلمان. واضح ان الموضوع بيحظى باهتمام مباشر من رئيس المجلس وكبار اعضاء المجلس زي ما حضرتك ذكرت. الاستاذ محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين، كيف ترى المعارضة هذا التحرك من قبل رئيس مجلس الشعب
في رد فعل مباشر على الإعلام وما طرح في برنامج 90 دقيقة بالأمس. معايا دلوقتي النائب محمد عبد العليم داوود. أنت شايف أستاذ عبد العليم، مساء الخير أولا. مساء الخير يا أستاذ معتز. أنت شايف أن تدخل الدكتور فتحي سرور ده تحرك إيجابي ولا مش كافي بالنسبة لك؟ هو تدخل الدكتور سرور هو تدخل إيجابي ومحمود، ولكن بصراحة الموضوع ده اتأخر جدا يا أستاذ معتز، لأن احنا سيادتك أكثر من مرة تقدمنا بمذكرات، ولأن بيحصل دايما نواب الأغلبية نظرا للقوة العددية بتاعتهم يعني عندهم شعور بشيء من الغرور على انهم دائما هم اللي بيبداوا استفزاز المعارضه وبيبداوا ممكن تلاسن وبشتائم مما الامر، واحنا سكتنا كتير جدا وصبرنا كتير جدا. وزي الاخ علاء عبد المنعم ما قال امبارح ان احنا هنعمل ايه؟ احنا لازم نلجا، خلاص وصلنا لمرحله خطيره مش لاقيين حد يستمع او يوقف بعض المتجاوزين عن حدودهم. طب استاذ عبد العليم، بعد اذنك اخد بس تعقيب منك على تصريحات الدكتور فتحي سرور بعد حلقة امبارح. هو بيقول لا يجوز أن يتحول مجلس الشعب إلى محكمة تأديبية، مذكرا النواب بمسؤوليتهم الجنائية والأدبية أثناء الحديث للقنوات الفضائية. وانت من أكتر الناس اللي بتدلي بحوارات تلفزيونية، إذن ردك إيه على هذا الكلام؟ والله أنا بعد إذن حضرتك أنا أعتقد أن حرية الرأي وحرية التعبير دي بنص الدستور والقانون يعني ما فيهاش مساس. وانا بعتقد ان رغم انا يعني مؤيد الان بالنهارده الدكتور احمد فتحي سرور والدكتور زكريا عزمي بانهاء المشكله اللي حصلت ما بين الزميلين وبوضع حد لها، لكن في نفس الوقت انا كحضرتك كصحفي اولا وكنائب مجلس الشعب لا استطيع ابدا ان تحرمني مؤسسه او يحرمني احد من ان انا اقول رايي في اي مكان، ولم يحدث من المعارضه حتى الان تجاوز يا استاذ معتز الا فيما بعد ما طفح كلبنا، وهو العمليه بتبقى عمليه رد فعل فقط لا غير. لكن يجب التحرك ده من زمان، لان زي انت ما قلت امبارح في البرنامج ان ما يصحش ان يكون هناك كلب مكيالين، والكلب مكيالين انا ما بقولوش ان اللي بيقوم بالدكتور سرور، اللي بيقوم بيه اغلبيه بتستخدم توقيعات عدد معين من النواب يا استاذ معتز. طب بصرف النظر يا استاذ عبد العليم، انا عايزك تقول لي النهارده رد فعلك ايه على كلام الدكتور سرور بيذكر النواب بالمسؤوليه الجنائيه والادبيه اثناء الحديث في القنوات الفضائيه، بمعنى لو انا يعني سمحت لي ان انا اقول لك فهمي للكلام ده، يعني الراجل بيقول لكم كده بصراحه خفوا شويه من الاحاديث دي. والله اللي بيتجاوز يا استاذ معتز هو اللي يخف، اللي بيتطاول هو اللي يخف. بس انت عليك مسؤوليه جنائيه صح؟ يا سيدي الفاضل انا لا يمكن ابدا انا او غير او اي مهتم بالعمل العام انه ما يلجاش الى الصحافه والى القنوات الفضائيه والى وسائل الاعلام. خدت بال سيادتك ده؟ فانت الكلام ده يعني لن يدفعك الى اتخاذ قرار بمقاطعه الفضائيات. يا عم معتز بكره اجيلك وبعد بكره وكل قضيه هناقشها بكل قوه وبكل جرأه. تمام. لكن ربنا معاك. اللي بيتطاولوا الكلام بتاع الدكتور سرور اللي بيتطاولوا وبيتجاوزوا تمام بامور تانية. خليني بشكرك يا استاذ عبد العليم داوود على المشاركه وشاركت معانا امبارح. خليني افكر مشاهدينا بجزء من حلقه امبارح حول صراع الالفاظ تحت قبه البرلمان المصري.